يا مساء الهنا ويا مساء الجمال عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد. بصي، بعد الوصفتين دول انت لو ولادك بيحبوا الاندومي وبيعشقوه، بعد الوصفتين دول اتحداك ان هم ياكلوا اندومي تاني ونفس التكلفة او يمكن اقل كمان. ولادك لو اتنين تلاتة ما شاء الله بتيجي تجيبوا اندومي، تجيبوا كيسين تلاتة كده او بيجيبوه من وراكي كمان. لا، اعملي لهم الوصفتين دول، ولو اتكلفت ازيد شوية حاجة بسيطة اهو احسن واضمن من الاندومي مليون مرة. ومش خطيرة وجميلة جدا وهيعشقوها، مكرونة وأحسن من الإندومي. بعد الوصفتين دول صدقيني ولادك عمرهم ما ياكلوا إندومي تاني ويقولوا لك يا ماما اعملي لنا من دي على طول. عملت وصفتين حرفيا في 10 دقايق حرفيا. مكرونة بالوايت صوص أو اسمها ماك أند تشيز، ومكرونة تانية كده حرشة قوي 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 وعليها كده قطع سلامي أو نقائق أو أي حاجة عندك حطيها بايتة في التلاجة حطيها. بدأت بالمكرونة الحرشة الأول، قطعت عندي بصلاية كده قطع صغيرة جدا. تمام، في معلقة سمنة أو معلقة زيت، أي مادة دهنية عندك حطيها. صدقيني جربي الوصفتين دول، حرفيا 10 دقايق كانوا خلصانين جدا وطعمهم حلو قوي 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 وهيحبوهم جدا. احنا بنعاني من اكلات الاندومي مع العيال، لا جربي الاكلتين دول مش هياكلوا اندومي تاني. قطعت معاهم قرن فلفل كده. عايزه تقطعي قرن فلفل حامي تمام، انا قطعت قرن فلفل رومي كده، كانوا اتنين مهريين عندي بقالهم فتره فقلت اقطعهم بقى. خلاص. في الوصفة دي مش هنسلق المكرونة. أول ما قطعت البصل ودبل كده مع الفلفل حطيت عليه كيس المكرونة. على فكرة ما شاء الله، يعني الأكلة دي كانت كتيرة. انتي عايزة تحطي نص كيس المكرونة براحتك، عايزة تقللي الكمية براحتك، عايزة تزوديها براحتك. مش هنسلق المكرونة هنا، أنا كان عندي سلامي. لو عندك نقائق، لو عندك أي حاجة تانية حطي. حطيت بقى عشان يحسوا بطعم الاندومي كده كيس مرق الدجاج عندي، برضو ده اختياري، وملح وفلفل وكمون. وعليهم كيس صلصة كده. هنزل عليهم بطماطمايه او اتنين مقطعاهم، ممكن تستكفي بواحدة بس. انا قطعت اتنين. وننزل عليهم بالمية على طول وتسيبيهم بقى ياخدوا ويديوا مع بعضهم. الاكلة ديت كده ما كملتش معايا 5 دقايق بالظبط. وقعدت على التسوية بقى، يعني مش هتقعد كتير خالص برضو. في ثانية كنت عملتها. الوصفة التانية أنا كنت سلقة عندي المكرونة، حطيت هنا معلقة أنا آسفة من الشطة. دي اختياري برضو، عايزة تحطي ماشي، مش عايزة براحتك خالص. على الجنب التاني أنا كنت سلقة نص كيس مكرونة وعندي كوبايتين كده من اللبن فايضين. قلت هعملهم بشاميل أو الوايت صوص. حطيت عليهم كده معلقتين دقيق ومعلقة سمنة بلدي على البارد وقلبتهم وبعدين رفعتهم على النار. وقعدت أقلب كده لحد ما يتقلوا. قلبت فيهم على البارد كده لحد ما خلاص كانوا قربوا هيتقلوا. حطيت فيهم عندي. ودي اختياري بس بتدي طعم خطير، بتدي طعم خطير جدا. حبة جبنة رومي كان عنده، قطعتهم او بشرتهم قطع صغيرة جدا وقمت حطاهم في الصوص اللي انا عاملاه ده. او البشاميل. بصوا ادى طعم وريحة خيال. بجد حرفيا. حطيت نقطة ملح ابيض بس ذرة كده يعني. اقل من ربع معلقه لان انا هحط السلامي وبعدين الجبنه الرومي. وعندي جبنه موتزاريلا فالملح ما يحدقش معايا. خلاص هنا تقلت هشيلها من على النار. ونيجي بقى نحطها في الطاجن وندخلها الفرن. انا كنت سلقه نص كيس مكرونه. مش سلقه كيس كامل، حبه صغيره كده، وهنزل عليهم بالسلامي وبالوايت صوص اللي انا عاملاه وهيدخلوا الفرن وهيطلعوا معاكي احلى مكرونه بالوايت صوص. تحفه. وبصوا جوسي جوسي، يعني زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو جوسي جدا. الجبنه الرومي مديها، شايفين هي بتمط ازاي من قبل ما تدخل الفرن. الجبنه الرومي مديها طعم خطير. كده الاتنين بعد ما طلعوا من الفرن. واحده طلعت من الفرن، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، جوسي وتحفه جدا. ووصفتين احلى من الاندومي وموفرين وهيعجبوا ولادك جدا جدا. بعد ما تعملي لهم الوصفتين دول اتحداك ان هم يقولوا لك عايزين اندومي تاني. يلا اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. وحطوا لي لايك وتعليق حلو من قلبكم. كانت سخنة. شايفين المكرونة مش معجنة ومفرفطة خالص ازاي.
يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.